السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا محبين هواية الصيد. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. الفيديو ده مهم جدا 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 للناس اللي هي الصيد بالنسبة لها 3 4 اشهر، او بيصطاد في الصيف بس، او عارف مياه معينة بيصطاد عليها فبتشتغل كام شهر وتقف. انا هقول لك في الفيديو ده كل حاجة عن صيد السمك بانواع طعمه، بالايام اللي هتشتغل عليه، بالمية اللي هتشتغل عليها في الفيديو ده. يعني انت هات ورقه وقلم واكتب ورايا في الفيديو ده لو انت عايز تصطاد طول السنه، او انت راجل مبتدئ زي نوبه حالاتي مالناش دعوه بالمعلمين دول على جنب اللي انا بتعلم منهم. فهات ورقه وقلم واكتب ورايا امتى هتصطاد وهتطلع لاني ميه وهتصطاد بيه. وعندي مفاجاه حلوه قوي للناس اللي هي بتصطاد على البحر الفرعوني وبتحب البحر الفرعوني، لان هي قعدته قعده مزاج بصراحه. نبتدي الفيديو كده واحنا هنتكلم عن المياه العذبة اللي هو احنا بنشتغل عليها، اللي هو النيل، صرف الاراضي الزراعية زي البحر الفرعوني والكلام ده كله. هات يا صاحبي ورقة وقلم واكتب ورايا كده لو انت حابب طول السنة تصطاد ما تبطلش الصيد وما تركنش عدتك. يعني مبدئيا كده احنا هنتكلم مثلا عن القرموط. لا مؤاخذة يا عم السيد، ممكن اتكلم عن القرموط يعني. عم سيد ده راجل حبيبنا كده على القناه، بس راجل محترف جدا في صيد القرموط، وكان علق لي قبل كده على فيديو بتكلم فيه على القرموط وبتاع. يعني من ضمن القرموط بيقول لي مثلا احنا عشان نقول للناس المبتدئه القرموط بيحرد في الارض او بيبقلل، فالراجل المبتدئ ممكن الارض تريح فتبقلل تطلع بقليل ميه يقول لك بس ده قرموط اشتغل عليه. لكن الناس المحترفه زي عم سيد وغيرهم والناس ده عارف البقلاله اللي تطلع الميه او البقليل اللي تطلع الميه والفقاقيع اللي تطلع الميه دي، عارف هي دي بتاع قرموط ولا مش بتاع قرموط. اما القرموط بيهرس في الدور وبتاع بيعرف ان في قراميط، لكن المبتدئ او المبتدئ زي نوبه حالاتي ما يعرفش. فعشان كده بقول لك القرموط لما بيعلم في الميه بيطلع يتنفس وينزل، ده اي حد بقى حتى لو ملوش في الصيد خالص هيعرف. القرموط عامة يعني عز صيده يبتدي مثلا من أول 5، ودي بتبقى التكسيرة بتاعته وبتشتغل عليها، بتشتغل عليها بالمصران مقلوب أو عدل، تعرف تقلبه اشتغل عدل، اشتغل مفيش مشكلة. والعجينة اللي احنا بنعملها بنشتغل عليها. في حاجة تانية بالقرموط تخليك تجيب تماسيح. وانا لما بتكلم عن حاجه يا جماعه بتكلم في فيديوهات الناس اللي متابعاني. انا لما اتكلمت عن القرموط جبت قراميط تماسيح وانتوا شفتوها، يعني انا متصور بيها وصيدها وانتوا شفتوها. ما بتكلمش من فراغ وما بسمعش من حد، يعني ممكن اسمع معلومه حد ما بتكلمش عليها الا لما اجربها واشوف جابت سمك ولا ما جابتش سمك. عندي ليك بس اقول لك اخر الفيديو عشان الناس تعرف. لو انت عايز تجيب قراميط تماسيح اقول لك على الطعمايه اللي بتجيب قراميط تماسيح، ما اتكلمناش عليها قبل كده، ما كناش حابين نتكلم عليها لان ناس كتيره ما كانت رافضه ان احنا نتكلم عليها، اللي هم علمونا. فمبدئيا القرموط بياكل معاك في شهر 5، هتطلع تشتغل عليه في اي ميه، اي ميه في شهر 5 هتطلع تشتغل على سواء النيل، صرف اراضي زراعيه، الكلام ده كله. القرموطه بتبقى تكسير بيطلع، بص على الجسر كده بتلاقيه بيخبط وبيرزع، بيطلع خلاص يعني ممكن يسيب الجسر ويطلع على الشط الميه. ده انت بتشوف المنظر ده تنزل عليه بالعجينه على طول. يبقى انت بدايه القرموط بسم الله الرحمن الرحيم هتشتغل عليه في كام؟ في شهر 5. معاك شهر 5 كله تشتغل عليه على القرموط. طيب القرموط التاني ممكن يشتغل معاك كام هناك بقى؟ ممكن في شهر 8 تشتغل عليه برضو، بس يعني اللي يبقى ظاهر قوي في الترع اللي احنا ابتدت تتبطن، الترع المبطنه والكلام ده كله، تشتغل عليها بالعجينه اللي احنا انا جربت، انا بتكلم على تجربتي. في ناس ممكن تقول لك لا وبشتغل مصران وطعم، انا بكلمك على تجاربي. انا اشتغلت بالطعم وما خدتش حاجه، يعني انا اشتغلت على القرموط ما خدت، باخد حاجات كده صدف، لكن ان انا اشتغل ورا بعض والكلام ده كله بالعجينه اللي احنا بنعملها. ثواني يا محمد بس بصور فيديو كده وجاي لك. اصطاد انت بس. اه انا جربت العجينه اللي احنا عاملين بيها فيديو على القناه دي، العجينه دي انا خدت منها ومصران، بس العجينه بالنسبه للترع الضيقه بتشتغل بسرعه وبتاخد على ان كده كده الترع المبطنه الكبير القرموط فيها بيبقى 2 3 كيلو المعدي، اكتر من كده ما بتلاقيش احجام. فعندك شهر 8، شهر من 5 ل6 تشتغل، من 8 ل9 تشتغل، ده قرموط. ده انا في ممكن يكون في ايام تانية بتشتغل، انا بكلمك على اللي اشتغلته وخدت فيه سمك. اي حد تاني بيتفرج علينا علامه والكلام ده عايز تضيف ضيف، انت على دماغي، انا بتعلم، انا فاتح القناه ديت لمزاجي وان انا اتعلم صيد واتعرف بناس جديده واتعرف بموايه جديده، مش فاتحها على اكتر من كده. وعندي معلومه اعلمها لحد ياخد بيها سمكه يستفيد، انا باخد عليها اجر.
فكده معاك القرموط. تمام. طبعا هتبتدي البولتي، الناس اللي بتحب البولتي. طيب معاك البولتي يا باشا. الناس تقول لك مفيش صيد في الشتاء، لا خالص، ده احلى صيد تصطاده في الشتاء البولتي. وتعلم صيد الريمه، ما تقولش الريمه وحشه. الريمه انا ما كنتش بصطاد ريمه وكنت مستصعبها في الاول، بس الريمه كويسه. الريمه بتشتغل على سمكه البولتي في الفرع رشيد، ممكن تشتغل عليها عندك شهر واحد، من شهر واحد تشتغل وتغلط بور. ما تقوليش اصل هي ما بتاكلش، ممكن الدور اللي معاك ما بياكلش يا باشا. اصطاد بس الله يوسع عليك. الراجل عمال يطلع الله اكبر اهوت ورا مني، تعالى صورني تعالى صورني. فالفيديو ده انا عامله شرح علشان الناس اللي بتسال وعايزه تصطاد. يبقى معاك من شهر واحد تطلع تشتغل بالريمه. العده المستخدمه انا مش عايز اطول عشان ما احرقش كتير. العده المستخدمه يبقى اسال عليها، اقول لك تشتغل عليه بالعده والسنون والكلام الفارغ ده. المهم هتشتغل بالريم في فرع رشيد، في فرع دمياط، الكلام ده كله هتشتغل معاك من شهر واحد. من شهر واحد تشتغل شهر واحد واثنين وثلاثة، وتقعد ممكن تكمل معاك لأربعة. خدت بالك؟ ادي مثلا الريم. انا بكلمك على اللي انا بصطاده. كلام حلو الكلام. بتطلع بعد كده معاك واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة واربعة تشتغل بيهم ريمة. وممكن ما يكملش معاك في اربعة. من اول اربعة هتطلع على البحر الفرعوني، الله اكبر بقى، تشتغل على بولتي المرام. اللي هو بولتي المرام اللي هو بيعمل ايه يعني؟ زي يصحن في الارض. نقول صحن، احنا بنقول عليه بيصحن، يعني زي صحن كده، زي الصحن بتاع الاكل كده، ويقف عليه الدكر الاحمر، بيقف عليه عشان يحرس البيض. انت بتشتغل عليه بالطعم، بتجيب احلى سمك. اهم حاجه توزن فلتك وتشتغل بالطعم، وما تبخلش في الطعم، ما تخليش السن باين. دايما خلي السن بتاعك متداري ونص الفحل بره السن، ده اللي تاخد بيه سمك عشان الطعميه تتحرك فتجذب السمكه تخش عليها. ويبقى الخيط بتاعك بقدر الامكان خلي الخيط بتاعك ضعيف. الخيط الضعيف بيسرق السمك. ما تقوليش احط 60 و40 عشان الغلطات. يا باشا انت لو صياد زي ما احنا شفنا قبل كده، وطلعت عملت لكم فيديو البياض، جبنا بياض شكله ايه بفتله 20، فانت صياد هتطلع السمك، هتلعبها وتعرف تطلعها. هتطلع من شهر 4 معاك 4 كله، 5 كله، 6 كله. 3 اشهر دول هتشتغل عليهم على البحر الفرعوني او البحر الاعمى على الدكر الاحمر، قعده مزاج. ترمي سنارتك العود بتاعك او العود الاثنين وتسيبهم بقى كده ينقلوا واحده واحده كده، المايه هاديه، تشرب شاي. الناس بتجيب شيشه وتقعد تشرب شيشه، تولع سيجارتك بمزاج، حاجه كده قاعده مزاج ملوكي يعني. ده البحر الفرعوني. طب انت خلصنا بقى خلاص كده، بيبقى الدكر الاحمر فرغ ووقف. طيب هشتغل على ايه؟ خلصنا لحد 6 اهو. بعد 6 تبتدي تشتغل على الاباريق البلطي العايم. كل ده على القناه، كل ده فيديوهات انا عاملها ومصورها ومطلع السمك شكله ايه. يعني اللي متابعني عارف. هتبتدي من بعد 6 شهر 6 خلص، هتبتدي تشتغل على البلطي العايم اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الاباريق، البلطي الفطاط، الكلام ده كله. الله اكبر، ده بقى برده متعه متعه متعه. هننزل تشتغل عليه بالطعم، بس كل بينزل معاك في المايه بيبقى حوالي 30 سم فقط لا غير. الرصاص من اول السن لحد الفله 30 سم. توزن وترمي، تختار الحوش وتشتغل على، مش اي حوشه هتاخد منها اباريق، وانا شارح الكلام ده كله. بس انا بقول لك يعني تصطاد على ايه طول السنه. عايز بقى التفاصيل يعني خش شوف فيديو او اكتب لي يا عم كومنت وانا اقول لك التفاصيل اللي انت عايزها. مش عايز اطول على الناس، يعني في ناس عارفه الكلام ده فمش عايز اطول عشان كده. هتخش على البلطي العايمه والبلطي الفطاط او الاباريق من اول 7 معاك شهر 7 كله، وشهر 8 كله، ومعاك برضو نص 9 هيشتغل معاك. ده بلطي الاباريق او البلطي الفطاط بنشتغل على العايم، كل بينزل في الميه 30 سم. هتصطاد عليه فين؟ في البحر الاعمى، في البحر الفرعوني اللي انا بشتغل عليه. انا بكلمك على الميه اللي انا بطلع عليها، ما بتكلمش على ميه ثانيه. تمام. طب احنا وصلنا لنص 9، تبتدي بقى تخش. فاكرين من كام فيديو اللي متابعني فيديو البياض اللي انا عملته اللي جبناه من متر الجبل، من قلت لك مصاية الكباري، واليومين دول يومين البياض وهنطلع عليهم. وطلعنا وجبنا بياض في اليوم ده، ربنا رضانا ببياضتين حلوين وواحده فرغت. فمن اول نص 9 تبتدي تشتغل على مصاية الكباري. مصاية الكباري ديت بالحتت الغويطه، بتشتغل على البياض وعلى البولتي الكبير. زي ما عملنا. يبقى معاك من شهر 9 نص 9 بيكمل معاك لحد مثلا شهر 11. من شهر 11 ل 12 الدنيا بتقف شويه، ممكن ما تلاقيش ريم، ممكن ما تلاقيش شغل، بس بيبقى الشغل خفيف قوي ما يجيبش معاك حاجه. ده عادي طول السنه لو انت عايز تصطاد طول السنه، وعادي صيد طول السنه.
لو انت عايز تاخد سمك على مدار السنه معاك الصيد ده كله. طبعا الفل يا رجاله، نهاركم ابيض. صباح الفل. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. حد علامه شاف حاجه من اللي انا بقولها ومش عاجباه يا عم ضيف لنا وعلمنا وعلم الناس معاك نبقى سوا. يلا نشوفكم الفيديو الجاي وننزل، ولو ليك استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين. يلا السلام عليكم.